انا ما كنتش بحب الطعميه، بقيت بحبها وهاكلها. ايه الاداء ده؟ وايه الجمهور ده؟ وايه التلات اهداف اللي مع الرأفه دول؟ ما هو انت اللي غلطان بصراحه، جاي تتحدى ده؟ ما لقيتش غير الاهلي المصري؟ طب كنت اسال اي طفل عندنا في الشارع. وتروح بعيد ليه؟ اسال الهلال شال 4 قبل كده. عجبك النتيجه دلوقتي؟ ده فريق ما ينفعش نستفزه، هو اصلا شخصيه البطل بيتلكك عشان يكسب، ويكسب بسكور كمان. انت وصلت ان انا شفت زملكاويه كانوا بيشجعوا الاهلي النهارده كأن الزمالك هو اللي بيلعب. الاهلي المصري للمره الرابعه على التوالي والسادسه في التاريخ في نص نهائي كاس العالم للانديه. طبعا حسين الشحات جاب جون على طريقه ميسي واحتفل على طريقه رونالدو، يعني قفل اللعبه. الجون ده مزيكا بصراحه يا جماعه، يعني الكره اتنقلت ازاي وكهربا لعبها حلو ازاي، حوار. وطريقه استلام حسين الشحات والطريقه اللي حطها بيها في الجون حوار تاني خالص، تقول لك انه اللاعب ده هربان من اوروبا. وطبعا بالرقم ده الشحات عدل رقم كريم بنزيما بتسجيله في 4 نسخ مختلفة من كأس العالم للأندية، وطبعا عادل رقم أبو تريكة وسالم الدوسري ب4 أهداف لكل لاعب كهدافين العرب يعني. وغير ان هو طبعا أكثر لاعب عربي مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وكتبوا البطولة خلاص باسمه. ما هو أصل ده اللي ناقص. كولر بصراحة لعب ماتش فنيا بيرفكت، اللعيبة كلها تركيز على أعلى مستوى. بيرسي تاو، حسين الشحات، علي معلول، مروان عطية، كهربا، الشناوي ده قصة لوحده، وتصديه لضربة الجزاء الحقيقة نقطة محورية في المباراة كلها، بتدي ثقة كبيرة للعيبة. وانه لا احنا جامدين ومسيطرين على الماتش، يعني ده تأكيد على ان احنا يعني الماتش ده بتاعنا. انا اصلا بحاول استوعب ان ده كريم بنزيما اللي واخد بالون دور السنة اللي فاتت تقريبا. مروان عطية رجل المباراة، وهو طبعا يستاهلها، بس انا بالنسبة لي كولر هو رجل المباراة. ازاي اللعيبة كانت مركزة، ازاي الهجمة كانت بتتبني من تحت كده بشكل كل لاعب واقف مكانه وعارف دوره وعارف هو بيعمل ايه، اللعيبة خايفة حتى انها تعمل ماس باس ومركزين بشكل كبير جدا. ده كان بقالنا كتير ما شفناهوش، وبصراحة اللعيبة النهاردة كانت رجالة في الملعب. اي حاجه حصلت قبل الماتش، يعني مصر والسعوديه ما لهمش غير بعض، واكيد يعني ده مجرد مباراه كره قدم، وفي احترام كبير بين الشعبين وبين البلدين، والروح الرياضيه حقيقي موجوده ودايما هتفضل موجوده. بس احنا كل اللي يهمنا التركيز على المباراه اللي جايه. انا متاكده ان لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني عارفين يفصلوا كويس قوي 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 بين ماتش كبير ومهم النادي الاهلي فاز بيه، وبين ان اللي جاي اهم بكتير، وانه النادي الاهلي وجمهوره بيطمح لما هو ابعد من الميداليه البرونزيه. اروح اكل طعميه بقى.